بيبدأ الفيلم بلوجو شركة الإنتاج اللي هتفتكرها في الأول اللوجو الجديد للعدل جروب، ولكنه بيطلع لوجو عبده مانا للإنتاج الفني، ودي أشهر شركة إنتاج في نجع حمادي والنجوع المجاورة. بيبدأ العبث من أول مشهد، واحد قناص في واضح النهار كده عادي الساعة 3 العصر طالع على كوبري مشاة وبيفرش عدته، بيعمل كلاية على عبده اللي سايق عربية تحت الكوبري. وانا مش هسألك عن لو حد معدي بالصدفة او حد نايم على الكوبري، ولكن ليه قناص اساسا؟ ما اي حد بمسدس كان خلص القصة دي، ده المسافة بينكم 10 متر، ده انت لو حاولت تضرب الطلقة بعيد هتيجي فيه برضه. بنرجع لبيت عبده وبنشوف اخوه وهو معلق صورته على الحيطة بالشريطة السوداء. الصورة بتبقى معمولة جرافيكس، ولكن دي مشاكل انتاجية ملناش دعوة بيها. دياب بينزل يروح الجيم، لكن بعد موت الاخ طبعا ما بقاش حد هيبهم في المنطقة. خد يلا. انت بتكلمني انا؟ من دعك انت، يلا روح امك. طب انت بتروح ليه؟ يعني انت كنت متوقع ايه منهم؟ واضح جدا ان هم اشرار. بينضرب وانا الحقيقه مش فاهم هم بيضربوه ولا بيمسحوا جزامهم في التيشيرت ولا بيبصوا لبعض ولا ايه اللي بيحصل. بيرجع بعدها لبيته وبيجوا اصحاب اخوه عشان يواسوه او يكملوا عليه. شوف يا سيدي وشه عامل ازاي. الراجل ده تقريبا كده ما سمعش عن مصطلح جبر الخواطر في حياته. دياب ما بيستحملش الكرنج اللي بيحصل ده وبينزل جري في الشارع، وهو خارج من البيت بيقابل واحد بيتكلم روسي كاجوالي كده تحت البيت عندهم، بس هو شكله منوفي يعني. بيسيب الروسي اللي واقف بيراقبه ده على بعد خطوتين منه ويروح يضرب العيال اللي ضربوه بترانزيشن خناقات لوشه. بسلم لي على ماما انا. والسؤال هنا بقى، انت ما ضربتهمش من الاول ليه؟ يعني كنت مستني تروح تتهزق الاول؟ ما تنساش تسلم لي على ماما انا. انت حتى دول كمان بتترخم عليهم، يعني مش كفايه دياب والمشاهدين؟ بيبدا دياب يتمرن بعدها عشان ما حدش يضربه تاني في جولدن جيم النسخه المتهالكه، وبيتمرن عن طريق ان هو يراوغ الشوال بدل ما يضربه. بتمر سنين ودياب بيكبر وبيطلع له عضلات ودقن، لا وكمان بشرته بتفتح، يعني ده كان ماشي على روتين غذائي وروتين للبشره. المهم يا سيدي صاحب اخوه السمك بيتصل بيه. ايه يا دياب عامل ايه؟ انا عازمك على الغدا النهارده يا اخويا. مايا جهزي كاسين. بص هو ده مش شكل حد خطر عموما او منحرف، يعني انا مش قادر اقتنع بشرك مهما عملت. دياب بيخرج للشارع فبنكتشف انه بقى مديون لصاحب الشقه والبقال واي حد موجود عندهم في المنطقه، وده عشان مضيع فلوسه على الايفون اللي ماسكولي من اول الفيلم ده والبروتين ومسيحيه تفتيح البشره. بس احنا مزنوقين والدنيا مقفوله معانا اليومين دول. طب ما تنادينا عليه يا ابو عبد الله عشان نخلص الحسبه دي، الدنيا مش مظبوطه. يا الدنيا مش مظبوطه خالص معايا حد فينا. عارف يا عمر، بس انا اسف حقكم عليا، بس هعودكم ان انا اتصرف. دياب ما بيكملش خطوتين بعد الاحراج ده وبيلاقي حبيبته بتكلمه وبتسيبه عشان فقير وعويل وذليل، كان فاضل بس ان هي تف عليه. عارفين يا رجاله الفيلم ده كان ناقصه بس ان امه تطلع مريضه وعايزه عمليه بنص مليون عشان يبقوا خلصوا كل كلاشات السينما. بيروح دياب للحاوي واللي بيبقى صابب له كاسين اسباتس على اساس انها خمره وبيطلب منه عمليه شمال هيجيب له مخدرات وياخد فلوس. دياب بتطلع مهمته انه يسرق شنطه الواجب من شاب ثانوي تقريبا، ولكن بنكتشف ان الشاب ده ديلر، وتقريبا برضه هم مقتنعين ان ده باركور فمشوا معانا الدنيا. في الاخر الشاب بينط في النيل عشان نتاكد ان الفيلم ده ينافس اكبر افلام الاكشن، لا تقول لي بقى رمضان ولا الساقه. بيروح دياب بعد كده يسلم شنطة المخدرات للحاوي وواقف بيفاصل معاه. انت ممكن تقول بيفاصلوا في 200 300 جنيه، لكن انا اتصدمت زيك بالظبط. 2 مليون كويس. 2 مليون ايه؟ 5 مليون. ده اللي هو كرمني في 3 مليون جنيه وهبقى زبونك يعني. طب بالله عليك ده منظر واحد معاه 30 جنيه في جيبه؟ احترم عقولنا يا راجل. بيخرج دياب بعد كده يشتري عربيه ويرجع على الحاره، وعشان يثبت انه بقى غني ما ركنش العربيه على جنب، ركنها في نص الشارع. ليه؟ لان معروفه الاغنياء مش فاضيين يركنوا. دياب بيفكر ان حياته بقت احسن وهيعمل البوم مع محمد رمضان بعربيته، ولكن بيظهر له شرير جديد وهو كبير المافيا الروسيه. Следующий, сука. Ясно, ты больше не работаешь со мной, еще раз буду убить тебя. انا اسف. طب انا شهدكم انتوا يا جدعان، لما ده شكل الناس الروس، امال الشراوه عاملين ازاي؟ هو الفيلم شكله انتاج روسي صعيدي مشترك، بس مش كده برضه. العصابه الروسيه بتخطف دياب وبيقابل كبيرهم اللي بيكون ماسك سبحه. هتيجي انت تتفلحص وتقول لي هو في روسي بيمسك سبحه؟ هقول لك صلي على النبي بقى، يعني هو في روسي فاتح مكتب في الصعيد؟
وبعدين هو ده شكل رئيس عصابه اصلا، قاعد على مكتب وحاطط قدامه لابتوب؟ ده محاسب يا اخوانا. المهم يا سيدي العصابه بتطلب منه ان هو يقتل الحاوي، وبيقولوا له ان هو اللي قتل اخوه، ولكن دياب ما بيصدقش وبيرفض، وده لان عقده مع الحاوي لسه ما خلصش والماركاته لسه ما فتحش. المهم بيخرج من عندهم وبيروح يضرب الحاوي، ولكن الحاوي بيقول له انه ما قتلش اخوه. مش انا اللي عملت في اخوك كده. سيرجي قال ان انت قتلت اخويا. مش انا، اسال فارس وهو هيقول لك على كل حاجه. انا ما حطيتش غير مايكات تصنت بس. فبيسيبه ويمشي، ولكن المشكله بقى انهم كانوا في كافيه، وفي ناس كمان قاعده بتحب في بعض وراهم. يعني مفيش حد فكر يقول لهم وحدوا الله يا جدعان، او يسلك او يسخن حتى. يعني كل المصريين بقوا في حالهم فجاه كده. وجرايل الدنيا. بيروح دياب لفارس عشان يساله، فبيلاقي حد حاطط له سكينه تورته في كتفه وسابه حتى من غير ما ياخد خرطه، ودي لو لاحظت معاه كده هتلاقيها اول حاله قتل من الكتف. يا مدام الطب اتقدم خلاص، دلوقتي بيعملوا عمليات جراحيه بالتنويم المغناطيسي. فارس بيحكي لدياب ان صاحبهم فهد هو اللي بلغ عن اخوه المافيا الروسيه عشان تقتله، ولما رفض يشتغل معاهم. بنشوف بعد كده ازاي الجريمه تمت، والقناص كان ماسك بندقيه لعبه، ولكن مش دي المشكله. البندقيه اساسا ما فيهاش خزنه، فغالبا كده عبده اتقلب بالعربيه من الضحك ومات. دياب بيرجع على مقر العصابه الروسيه، ولكن بيلاقيهم عزلوا وكانوا مأجرين الوكر بتاعهم. العصابات بقت على قد حالها قوي يا اخوانا، يلا ربنا يعينهم على مصاريفهم. بيقابل البواب اللي بيكون متقمص شخصيه احمد العوضي في ضرب نار. اتكلم بالراحه. يا عم ما انا بقول لك انا خلاص يا صاحبة حاج، مكان خلاص. نحلي. السلام عليكم. هو كل اللي يجي يسال يقول لك وين صاحبة المكان اللي هنا؟ مع السلامه. ما بالراحه يا ريس، ده انت لو سويرس مش هتعمل معاه كده. في ايه؟ في النهايه بنلاقي دياب وهو بيرسم على سبوره مدرسه اسامي الناس اللي هينتقم منهم، وبيكتب انتقام وجنبها هاشتاج. مش عارف بقى هل هو عايز الانتقام يطلع ترند على تويتر، ولا دي هتبقى حرب الكترونيه. ولكن من الواضح كده ان هيبقى في جزء تاني هينتقم فيه دياب لاخوه عبده، ولكن ان شاء الله ما يتعملش وما يكونش في جزء تاني ولا حاجه. وزي كل مره ما تنساش قبل ما تخرج تعمل لنا لايك وشير وسبسكرايب على اليوتيوب، وتستنانا في الحلقات اللي جايه. سلام.